عن انعقاد مؤتمرات عربية ودولية لدعم اليمن، وتخرج هذه المؤتمرات بمنح بمبالغ خيالية، لكن لا نرى له أي أثر على الأرض. والمساعدات ما فيش مساعدات، ما فيش من ينظر لنا، ما فيش من يشوف الناس البسطاء ذي ايش حاجاتهم. فنحاول احنا من بعد الله سبحانه وتعالى املنا فيهم كبير، يلفتوا لنا وينظروا الينا، يشوفوا ايش احتياجاتنا، لان الحاله بتسوء اكثر من كذا. تابع الفيديو لمعرفة كم يبلغ تقريبا إجمالي المساعدات والمنح المقدمة لليمن من بداية الحرب إلى الآن. في بيان صادر عن اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بتاريخ 24 مارس 2023، قال البيان إن إجمالي ما قدمته كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن تجاوز 36 مليار دولار، بالإضافة إلى مليار و200 مليون دولار قدمتها السعودية في بداية شهر 8 2023، موزعة كالتالي: السعودية 19 مليار و200 مليون دولار، الإمارات 6 مليار و600 مليون دولار، وبقية دول الخليج 11 مليار و400 مليون دولار، الولايات المتحدة الأمريكية 5 مليار و400 مليون دولار، الاتحاد الأوروبي مليار و400 مليون دولار، أي إن إجمالي ما حصلت عليه اليمن 44 مليار دولار. ليس هذا فقط، بل هناك مساعدات غير رسمية تقدم عن طريق أفراد أو شركات ومنظمات غير حكومية يمنية ودولية، ومن الصعب تقدير المبلغ الإجمالي للمساعدات غير الرسمية التي تم إرسالها إلى اليمن خلال الحرب. وفقا لتقرير صادر عن بعض المنظمات غير الحكومية التي ترصد المساعدات غير الرسمية، فقد تلقى اليمن حوالي 5 مليار دولار من المساعدات غير الرسمية، أي إن إجمالي ما تم تحصيله باسم المساعدات لليمن 49 مليار دولار، مبالغ فلكية لكن لم تغير أي شيء في الأرض. لو استخدم جزء بسيط من هذه المساعدات بشكل صحيح كان كفيل بتحويل اليمن إلى دولة غنية، حيث إنه إذا تم تقسيم المبلغ على الأسر اليمنية البالغ تعدادها حسب آخر إحصائية 3 مليون أسرة، فإن كل أسرة ستحصل على 16 ألف دولار، وهذا مبلغ كافي لبداية مشروع لكل أسرة وتحويلها إلى أسر منتجة ومكتفية ذاتية، ويمكن بمليار ونص صرف المرتبات للموظفين لمدة عام كامل. أما أين ذهبت المساعدات فأغلبها ذهبت إلى المنظمات التي لم تترك أي طريق إلا واستخدمتها في الشحذ باسم اليمن واليمنيين، حتى إنها استخدمت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم